يعني المستشفيات ما فيهاش مكان فاضي والمرض مبهدل الناس والحكومة رايحة تعمل ناطحات سحاب في الصحراء. بقى ده يرضي ربنا؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. بصوا يا جماعة، النبرة دي احنا على طول بنسمعها في الشارع. الناس مغفلة حجم الإنجاز الكبير اللي حصل واللي لسه كمان بيحصل. وعايز أبدأ معاكم كده بحاجة بسيطة، بس هي مش بسيطة، هو أمر لو تعلمون عظيم. مصر كانت من ضمن الدول الأكثر تسجيلا للإصابة بفيروس سي. بالمناسبة فيروس سي ما بقاش حد يتكلم عنه دلوقتي خالص، وكتير مننا ما بقاش فاكره حتى. بس أحب أفكرك إن احنا كنا في كارثة، وكارثة كبيرة مش صغيرة. يعني عدد الناس المصابين بفيروس سي كان عدد مهول جدا. ارجع كده بالذاكرة وافتكر السنين الطويلة اللي عشناها من الإهمال الصحي والطبي، وشوف قد إيه راحوا مننا، واللي فضل عايش كان بيعاني وطالع عينه. لمواجهة الأزمة الكبيرة دي انطلقت مبادرة 100 مليون صحة في 2018. كان هدفها القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية. المبادرة دي جت في وقت كان نسبة المصريين المصابين بالفيروس 7% من البالغين. المبادرة دي كشفت على أكتر من 60 مليون مواطن، وهي كمان وفرت العلاج المجاني للمصابين. أحب أعرفك إن تجربة محاربة مصر للفيروس سي العالم كله اتكلم عنها، عشان بدل ما كنا في ضمن قائمة الدول الأعلى إصابة بقينا خاليين دلوقتي من فيروس سي. وكمان جيراننا في الشرق الأوسط مصر قدرت توصل لهم وتعالج تلت المصابين تقريبا، ده غير قوافل 100 مليون صحة اللي لفت أفريقيا. وبالمناسبة ده مش كلامي، ده كلام منظمة الصحة العالمية، علشان تبقوا عارفين مين اللي بيقول. غير فيروس سي بقى فقائمة الأمراض عندنا طويلة. هي مصر عملت إيه تاني مهم في مجال الرعاية الصحية وتوفير العلاج؟ لو تفتكر في وقت انتشار فيروس كورونا كان في أزمة لقاحات عالمية، ويمكن الأزمة دي كان السبب فيها شركات الأدوية، لأن الموضوع كان بيزنس كبير، وكان في دول كتيرة بتعاني علشان مش قادرة توصل للقاحات، وخصوصا في أفريقيا. مصر بقى في خلال الأزمة دي اشتغلت بكل طاقتها علشان توفر اللقاحات مجانا لكل الناس بكل الجرعات المطلوبة، ومحدش ساعتها دفع جنيه. واعتقد يعني ان احنا ملحقناش ننسى اللي حصل. ومش بس كده، دي مصر كمان اشتغلت على توطين صناعة اللقاحات علشان تحقق الاكتفاء الذاتي وتكون كمان مركز لمد القارة الأفريقية باللقاحات. بس كده مصر خلصت يعني؟ طب بالنسبة للعيال اللي في المدارس مصر عملت لهم ايه؟ بص بقى معايا على مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم. المبادرة دي هدفها الحفاظ على صحة وسلامة العيال في المدارس، وزي ما هو واضح لينا كلنا كده وبنشوف قدام المدارس العيال صحتها ضايعة ما بين سمنة بقى ونحافة وتقزم وضعف نظر، وكل ده بسبب أسلوب حياتنا الغير صحي بالمرة. ومن هنا جت أهمية المبادرة اللي اتعملت عشان تكشف على الطلاب وبتقيس طولهم ووزنهم وبتحلل نسبة الهيموجلوبين في الدم. وبعد الكشف بقى بيجي دور العلاج، وبتحط للطلاب برامج وآليات عشان تحسين صحتهم. واللي بيتفرج عليا وعنده أطفال في المدارس عارف كويس أنا بتكلم عن إيه، ونسبة كبيرة من حضراتكم ولادكم مرت عليهم المبادرة دي. الأطفال دول كمان بيتعمل لهم كارت للمتابعة الصحية، يعني الموضوع مش مجرد كشف وخلاص، الموضوع مستمر، وبيتم كمان تحويل الطلاب اللي محتاجين العلاج لمستشفيات التأمين الصحي، وبيتحط لهم برنامج علاجي وغذائي مناسب لحالة كل واحد. وكنا اتكلمنا في حلقة قبل كده بالمناسبة عن موضوع التغذية المدرسية ده، واللي عملته مدينة سايلو فودز بخصوص الموضوع ده، وهسيب لكم لينك الحلقة في التعليقات. أكيد كده ما خلصتش كل الإجراءات الصحية اللي الدولة بتعملها علشان المواطنين، لكن ده كان جزء صغير أنا برصده لك علشان تعرف إيه اللي بيحصل على أرض الواقع. وبخصوص بقى صحة المرأة فأنا هعمل لكم حلقة مخصوصة عن الموضوع ده. وهنا السؤال الصح بقى، هو احنا دورنا إيه في الحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا؟ سلام.